السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة الأستاذ عبد الحق وفاق، القناة التربوية التعليمية والإبداعية المتجددة. أرحب بكم في فيديو جديد نخصصه لأبرز المفاهيم والمصطلحات المستجدة في حقل علوم التربية والديداكتيك. لا شك أنك لاحظت مؤخرا بروز جهاز مفاهيمي جديد في حقل علوم التربية والديداكتيك. طبعا إذا كنت طالبا تستعد لمباريات التعليم، أو أستاذا ممارسا، أو باحثا في مجال التربية والتعليم، ستلاحظ هناك مفاهيم جديدة مستجدة في علوم التربية والديداكتيك وفي منظومة التربية والتعليم ككل، مثل المدرسة الدامجة، المدارس الريادة، التعليم وفق المستوى المناسب طاغل، التعليم بالتناوب، التعليم الحضوري، التعليم عن بعد، تكنولوجيا المعلومات والاتصال، الرقمنة التربوية، الأقسام الافتراضية، وغير ذلك من المفاهيم الجديدة والمستجدة في منظومة التربية والتعليم. ابقى معنا إلى نهاية الفيديو لنتعرف جميعا إلى أبرز المفاهيم المستجدة في منظومة التربية والتعليم وفي حقل علوم التربية والديداكتيك. أما إذا كان هذا أول لقاء بيننا، لا تنسى الاشتراك في قناة الأستاذ عبد الحق وفاق وتفعيل الجرس ليصلك جديد الدروس والفيديوهات. ننتقل إلى التأطير العام، وضمن هذا التأطير العام سنتعرف إلى مفهوم علوم التربية ومفهوم الديداكتيك باعتباره فرعا من فروع علوم التربية. علوم التربية تعرف بأنها حقل معرفي متعدد التخصصات يستمد المفاهيم والنظريات التي يشتغل بها من علوم مختلفة. هذه العلوم مثل علم النفس، علم الاجتماع، والفلسفة واللسانيات والاقتصاد والأنثروبولوجيا، وذلك لدراسة التربية في مختلف أبعادها وأهدافها ووظائفها، بما يسهم في تطوير النظم التعليمية وتحسين الممارسات التربوية. باختصار، علوم التربية هي مجموعة من العلوم التي تكون عملية التربية والتعليم الهدف الأسمى والغاية الكبرى لها، بهدف تطوير الممارسات التربوية وتحسين عمليات التعليم والتعلم. ننتقل إلى الديداكتيك. الديداكتيك أو علم التدريس مقصود به هو علم أحد فروع علوم التربية يهتم بتدريس مادة معينة من خلال تدقيق الاختيارات البيداغوجية، وسائل التعلم، وسائل التقويم، طرائق البيداغوجية. طبعا الهدف هو تحقيق تعلم فعال. الديداكتيك هو فرع من علوم التربية يدرس شروط تنظيم عملية التعليم والتعلم، ويهتم بدراسة شروط بناء التعلمات وتنظيمها وتقويمها من خلال تحليل التفاعلات التي تنشأ بين 3 عناصر أساسية، وهي المدرس، المتعلم، والمعرفة. وهي هذه العناصر الثلاثة هي عناصر المثلث الديداكتيكي، وذلك طبعا الهدف الوحيد أو الهدف المشترك هو تحسين جودة التعلمات وتحسين الممارسات التربوية. إذا الهدف ديال علوم التربية والهدف ديال الديداكتيك تقريبا هدف موحد، اللي هو الرقي بالممارسة التربوية وتحسين جودة التعلمات. ننتقل إلى بعض المفاهيم المستجدة في مجال علوم التربية والديداكتيك. المفهوم الأول يتعلق بمدارس الريادة. مدارس الريادة هي نموذج لتطوير المدرسة العمومية المغربية يهدف إلى ضمان تعلمات ذات جودة لجميع المتعلمين، ذلك عبر تحسين التدريس ودعم التعلمات الأساسية واعتماد التقويم المستمر والتدبير المبني على النتائج. لكن عندما نسمع مدارس الريادة لا يقصد بذلك نموذج جديد من المدارس، وإنما يقصد بها نموذج تربوي اعتمدته وزارة التربية الوطنية بالمغرب بهدف الرفع من جودة التعلمات. إذن هي ليست نوعا جديدا من المدارس، بل هو مشروع تربوي إصلاحي لمدرسة التعليمية العمومية المغربية بهدف الرقي بجودة التعلمات ودعم التعلمات الأساسية
في اللغة العربية والفرنسية والرياضيات. ثانيا التعليم وفق المستوى المناسب طاغل. أهم المستجدات التي جاءت بها المدرسة الرائدة، وهو مقاربة بيداغوجية تقوم على تصنيف المتعلمين وفق مستوى تمكنهم الفعلي من التعلمات الأساسية، وليس وفق سنهم أو مستواهم الدراسي، الأمر الذي كان معمول به في المدارس نقولوا بين قوسين العادية قبل هذا المشروع الإصلاحي. ثم تقديم أنشطة تعليمية متلائمة أو ملائمة ومناسبة لكل مستوى، مع تقويم دوري يسمح بانتقال المتعلم تدريجيا إلى مستويات أعلى حتى يحقق الكفايات المستهدفة. إذن هو واحد النموذج من خلال العنوان التعليم وفق المستوى المطلوب، من خلال يعني تمكن أو تصنيف المتعلمين حسب مستوياتهم المعرفية طبعا وتمكنهم الفعلي من التعلمات الأساسية في العربية والفرنسية والرياضيات، وليس وفق المستوى الدراسي أو وفق المستوى الأعمار ديالهم. الرقمنة التربوية من خلال العنوان يبدو المفهوم واضحا، وهو إدماج الرقمنة والتكنولوجيا في العمليات التربوية وعمليات التعليم والتعلم. إذن توظيف التقنيات الرقمية في مختلف مكونات العمليات التعليمية والتعلمية من تخطيط وتدريس وتقويم وتدبير، يعني على اختلاف المراحل ديال عملية التعليم والتعلم يمكن توظيف التقنيات الرقمية الجديدة. طبعا الهدف هو تحسين جودة التعلمات، تعزين التفاعل والانتراكسيون بين المتعلم وبين المعلم أو المدرس، وتيسير الولوج إلى الموارد التعليمية وتنمية الكفايات الرقمية لدى المتعلمين والمدرسين على السواء. طبعا كنا نتحدث عن كفايات لغوية، كفايات استراتيجية، كفايات ثقافية، كفايات معرفية. الآن بات بإمكاننا أن نتحدث عن كفايات جديدة وهي كفايات رقمية. المواكبة الصفية. المواكبة المقصود بها التتبع، إذن هي عملية تأطير ودعم مهني. عندما نقول مهني إذن هي لا تستهدف التلميذ وإنما تستهدف المدرس، تنجز داخل الفصل الدراسي، تهدف إلى تحسين الممارسات التدريسية والارتقاء بجودة التعلمات. إذا الممارسات التدريسية لدى الأساتذة الممارسين، والارتقاء بجودة التعلمات لدى المتعلمين من خلال الملاحظة الصفية والتغذية الراجعة البناءة وتبادل الخبرات ومواكبة الأستاذ في تطوير أدائه وفق أهداف تربوية محددة. الممارسات التدريسية ذات الأثر المقصود بها مجموع الاستراتيجيات والطرائق والإجراءات التي يعتمدها الأستاذ داخل الفصل، والتي أثبتت فعاليتها في تحسين تعلم المتعلمين والرفع من تحصيلهم الدراسي. تشمل هذه الممارسات التدريسية وضوح الأهداف، ووضوح الكفايات أيضا، التخطيط الجيد والفعال، التفاعل الإيجابي مع المتعلمين، تقويم التكويني، دعم أو تقديم الدعم المناسب عبر تشخيص التعثرات لدى المتعلمين، واعتماد أساليب تجعل المتعلم منخرطا وفاعلا في بناء تعلماته. إذن هي اختيارات بيداغوجية وديداكتيكية يكون لها أثر لأنها اختيارات واعية ومفكر فيها. سادسا المدرسة الدامجة. إذن هي مدرسة تضمن حق جميع الأطفال في التعلم دون تمييز أو إقصاء، من خلال استقبال المتعلمين بمختلف حاجاتهم وقدراتهم، وتوفير شروط الدعم والتكييف البيداغوجي والوسائل المناسبة لتمكينهم من المشاركة الفعالة وتحقيق التعلمات بغض النظر عن التباين الحاجات ديالهم أو القدرات ديالهم أو الاختلاف ديالهم. إذن تهدف هذه المدرسة الدامجة بالخصوص إلى إدماج الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة داخل المؤسسات التعليمية العادية، ذلك مع توفير مواكبة تربوية وتكييفات ملائمة لضمان تكافؤ الفرص وجودة التعلم. التناوب اللغوي يقصد به اعتماد أكثر من اللغة في العملية التعليمية وفق توزيع وظيفي ومنهجي، خاصة في المواد العلمية، حيث تستعمل لغة التدريس الأساسية العربية إلى جانب لغة أو لغات أخرى مثل الفرنسية أو الإنجليزية
لدعم الفهم وبناء التعلمات، ويهدف إلى تسهيل انتقال المتعلم بين اللغات وتنمية كفايته التواصلية واللغوية مع احترام خصوصيات كل مادة دراسية وكل لغة ووظائف كل لغة داخل السياق التربوي. هذا فيما يخص في الغالب المواد العلمية. الأستاذ الرئيس، البروفيسور برينسيبال. الأستاذ الرئيس هو مصطلح يشير إلى مهمة جديدة أنيطت بالأساتذة الذين يشتغلون بالسلك الثانوي التأهيلي بخصوص المتعلمين في بناء مشاريعهم الشخصية. إذن الأستاذ الرئيس يواكب المتعلمين في تصور وبناء مشاريعهم الشخصية تحت إشراف رئيس المؤسسة. عندما نقول رئيس المؤسسة هو المدير المؤسسة، وبالتشاور مع المستشار في التوجيه المدرسي المكلف بالمؤسسة وكافة الفاعلين التربويين من مفتشين وأساتذة ورؤساء إلى غير ذلك. ثم الموارد الرقمية، يقصد بها استثمار خدمات الإنترنت وبرامج الإنترنت. البرامج نقصد بها اللوجيسيال، الوورد، الباوربوينت، الاكسل، اللوجيسيال في المونتاج، اللوجيسيال ديال الصوت، الصورة، الفيديو إلى غير ذلك، مواقع ليسيت، محركات البحث، التطبيقات التربوية اللي عندها علاقة بالحساب والإحصاء والجدولة وغير ذلك، موارد رقمية سواء تعلق الأمر بالصورة أو الفيديو أو الصوت وغير ذلك، أو المؤلفات الرقمية اللي هي مرفوعة من خلال شبكات الإنترنت وغير ذلك. طبعا الهدف ليس المتعة والتسلية، وإنما بناء التعلمات الدراسية والرفع من نجاعة المشاريع التربوية وإدماج الموارد الرقمية والانفتاح على الرقمنة التربوية. 10. الأقسام الافتراضية. إذن هي أقسام شبه حقيقية لأنها فيرتيال. إذن الأقسام الافتراضية هي فصول دراسية افتراضية يتم إنشاؤها من طرف المدرس على منصات معينة مثل كلاس روم مثلا، مع ضمان استمرارية التحصيل الدراسي والمشاركة الصفية للمتعلمين، أو تقديم بعض المشاريع التربوية أو العروض المدرسية التي تتيح إمكانية التفاعل الافتراضي. إذن هي أقسام شبيهة بالأقسام الحقيقية الواقعية العادية، لأن الهدف ديالها هي تقديم المشاريع التربوية والعروض المدرسية والتفاعل الصفي، شأن الأقسام الحقيقية. تكنولوجيا المعلومات والاتصال، المقصود بها الوسائل والأدوات الرقمية التي تستخدم لمعالجة المعلومات وتخزينها وتبادل والتواصل بشأنها، مثل الحواسيب، الإنترنت، المنصات الرقمية، الوسائط المتعددة. وفي المجال التربوي توظف لتطوير عملية التعليم والتعلم وتنويع مصادر المعرفة وتعزيز التفاعل بين المدرس والمتعلم. إذن الأمر يمشي في السياق الرقمنة التربوية وإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال. التعليم الإلكتروني يقصد به هو أسلوب من أساليب التعليم يعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصال أساسا في بناء التعلمات وتنمية المهارات وصقل قدرات المتعلمين، بما يضمن التفاعل البناء مع الأنشطة الصفية. إذن هو التعليم يتوسل بوسائل التكنولوجيا وأدوات المعلومات والمعلوميات والاتصال، ذلك لخلق التفاعل مع المواد الدراسية والأنشطة التربوية المقترحة، سواء بشكل مباشر يعني متزامن، أو بشكل غير مباشر يعني غير متزامن. التعليم عن بعد. هذا التعليم عن بعد مصطلح كنعرفوه في المدرسة العمومية المغربية أول مرة مع جائحة كورونا. يقصد به هو نمط من التعليم تخلق فيه مسافة بين المدرس والمتعلمين. إذن خلقت فيه مسافة بين المدرس والمتعلمين، أصبح المدرس بعيد عن المتعلمين، وتباعد خلق في الزمان والمكان أو هما معا. يتم التعليم فيه عن طريق وسائل حديثة وموارد رقمية تمكن من ربط الاتصال بين الطرفين، يعني بين المدرس والمتعلمين، بغية تحقيق أهداف عملية التعليم والتعلم وضمان الاستمرارية البيداغوجية وحق المتعلمين في التعلم.
وهو نموذج انفتحت عليه المدرسة العمومية في طور التجريب، خاصة مع تفشي وباء كورونا. التعلم الذاتي المقصود به أسلوب من التعلم يسهم في تنمية المتعلم لمعارفه بشكل ذاتي دون حاجة إلى المدرس لتحديد أهداف وتسطير الكفايات وتقدير الزمن. إذا تدخل المدرس كان يحدد الأهداف والكفايات ويقدر الزمن، بإمكان المتعلم أن يعتمد على نفسه ويحدد الأهداف ويسطر الكفايات ويقدر الزمن لكي ينجز نشاط تعلمي، وذلك عن طريق الكتب، المواقع الإلكترونية، المراجع، المنصات التعليمية وباقي الوسائط الأخرى. رغم أنه تعلم ذاتي، لا ممكن أن الأستاذ أن يتدخل من خلال الاقتراح أو التوجيه والإرشاد، لكن يعتمد على المتعلم بشكل أساس. التعليم بالتناوب المقصود به هو أحد أنماط التعليم التي تزاوج بين التعليم الحضوري العادي في الظروف العادية في المؤسسة التعليمية والتعلم الذاتي الذي يرتكز فيه المتعلم على ذاته في بناء التعلمات واكتشافه للمعارف والمهارات وتطوير قدراته. ثم الاستمرارية البيداغوجية، المقصود بها الاستمرارية البيداغوجية هي عملية استمرار الاتصال بين المدرس والمتعلمين في الظروف الاستثنائية، سواء تعلق الأمر بفيضانات أو زلازل أو بيئة التي تستدعي استخدام وتوظيف كل الإمكانات المتاحة من أجل ضمان المتعلمين في التحصيل الدراسي وبناء التعلمات وتنمية المهارات والكفايات. إذن في الوقت الذي يتعذر فيه حضور التلميذ بشكل فعلي إلى المؤسسة نتيجة ظروف قاهرة أو استثنائية، يتم التوسل بأنماط أخرى من التعليم عن بعد بالتعلم الذاتي قصد ضمان الاستمرارية البيداغوجية، طبعا بتدخل من المدرس ومن الإدارة التربوية وبتوجيه من الوزارة الوصية. السيناريو البيداغوجي يقصد به تصور بيداغوجي مفكر فيه من طرف المدرس، يقدم فيه تصورا قبليا وبعديا لعملية التعليم والتعلم. إذا نتحدث هنا عن مستوى من مستويات الديداكتيك وهو التخطيط، حيث يحدد المدرس الأدوار، أنشطة المتعلم وأنشطة المعلم، الأنشطة التعليمية المقترحة في المحتوى الديداكتيكي، الموارد متعلقة بتمرير معرفة إلى المتعلم، سواء تعلق الأمر بموارد مثل الكتاب المدرسي، السبورة، النصوص، منصات رقمية، موارد رقمية أو غير ذلك، فيديو، صور، صوت إلى غير ذلك، وكذا الكفايات المسطرة والأنشطة التقويمية المقترحة بعد دعم المتعثرين من خلال تقويم يحدده. طبعا نتحدث عن التقويم بأنواعه، سواء القبلي أو التكويني أو الإجمالي أو النهائي وغير ذلك، من خلال أنشطة تقويمية مقترحة لدعم تعثرات المتعلمين. والتربية على الاختيار، إذن يقصد بها تأهيل المتعلم ليكون قادرا على التمييز واتخاذ القرار المتسم بنوع من المسؤولية وبنوع من الوعي في القرار والتصرف بوعي وحس فيه مسؤولية وبطريقة سليمة، بعد أن يلاحظ ويتأمل ويفكر بشكل خاص ثم يتخذ قرار مناسب. إذن هذا يصطلح عليه التربية على الاختيار. أنماط التعلم سبق وأن وقفنا عليها، يقصد بها الخيارات الممكنة والمتاحة لضمان الاستمرارية التعليم والتعلم في الظروف العادية أو كذا الظروف الاستثنائية اللي شفنا من خلالها: التعليم الحضوري العادي، التعليم عن بعد، أو التعليم بالتناوب عبر التركيز على التعليم الحضوري أو التعليم عن بعد أو التعلم الذاتي. ثم أخيرا الجودة، مقصود به تمكين المتعلم من تحقيق كل الإمكانيات عبر أفضل تملك للكفايات المعرفية والتواصلية والعملية والعاطفية والعلمية والوجدانية
والإبداعية. طبعا هذا يتوصل إليه من خلال سيناريو بيداغوجي مفكر فيه من طرف المدرس، ومن خلال توجيه ديداكتيكي واع ومسؤول للمدرس قصد صياغة التعلمات ذات جودة ملحوظة تمكن المتعلم من تملك للكفايات المعرفية والتواصلية واللغوية والعملية التطبيقية والعلمية والاستراتيجية والرقمية أيضا. طبعا نكون هنا قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. أرجو أن تعم الإفادة والاستفادة، وإلى اللقاء.